هو طبعا لماذا قبلت منصب أمانة حزب انا الوطني؟ قلت الموضوع ده قبل كده، ان طبعا ناس كتيره كانت شايفه ده يعني انتحار، ان انا اقبل في الظروف اللحظه بتاعتها ان انا اخد مسؤوليه الحزب. انا كلمتك ياما على فكرة. لكن انا كان عندي وانا لما عرض عليا الكلام ده من الرئيس السابق استشرت اسرتي انقسمت الى نصف بيقول لي بص طبعا بالك لا، لا. والنصف التاني بيقول لي ان كنت ترى فائده لمصر ايوه، خد القرار، لان مش كل تاريخك اللي انت بتشتغل فيه لمصلحه البلاد هتيجي في اللحظه ديت وممكن تكون مفيد لمصر وتقوم تنسحب. وانا كان ليا هدفين. الهدف الاول ان الدوله لا تقوم باجراءات عنيفه تجاه المتظاهرين بحيث نحقن الدماء، وده كان مهم جدا لاني كنت على اتصال مباشر بقيادات التحرير في ذلك الوقت، وولادي وولاد اسرتي كلهم كانوا موجودين. نمرة 2 انها كانت فرصة للتواجد بالقرب من الرئيس السابق عشان اقول له الحقيقة. وقد يكون نصحي فيه فايدة للبلد يعني. ده السبب في قبولي وده السبب في انسحابي.